السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم البساطة والنجاح. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم وصفة اللي الجميع كيعرفها. أنا غادي نتقاسم معكم فقط الطريقة ديال التحضير ديالها بطريقة اللي هي سريعة وتوجد في نفس اليوم، تقدروا تستعملوها. ديال السعال سواء تصلح للكبار أو للصغار، سواء كان جافة أو لا حساسية أو لا. صراحة زوينة بزاف هاد الوصفة، نتمنى أنكم تجربوها وتبعدوا من الأدوية الكيماوية. مهم الطريقة كما كتشوفوا، أول شيء غادي نشدوا الشريحة أو التين المجفف وغادي نمسحوه جيدا بواحد المنديل اللي هو مبلل، المهم ما يكونش فيه الماء. نمسحوه جيدا ونقسموه على زوج كما شفتوا في الفيديو. الكمية كتبقى على حسب نتوما شحال درتو ديال شحال غادي ديروا ديال الزيت، وغادي نشدوا عاود واحد الكميه ديال الثوم وغادي نغسلوها ونقيوها ونمسحوها مزيان. من بعد ما نمسحوها غادي نقسموها على زوج حتى يبان داك العرق الوسطاني، هذاك هو اللي كيكون فيه يعني مجهد، فيه المكونات المفيده. مهم غادي نقسموها بهذه الطريقه كامله وغادي نديروها في واحد القنينه ديال الزجاج اللي تكونوا معقمينها او غاسلينها جيدا ومسحينها. مهم ما يكونش فيهم الماء، المكونات كلها ما يكونش فيها الماء، ما تكونش فيها حتى قطره ديال الماء. وغادي نخويو فيه التين المجفف. مهم انا كنسبق الفيديو باش هكذا نخليكم تفرجوا الفيديو وتكونوا فاهمين. كما شفتوا غادي نقسمها كامله وغادي نديروها في واحد القنينات ديال الزجاج ونزيدوا عليها زيت الزيتون وغادي نسدوا عليها ونديروا الماء. غادي كلشي نوريه لكم في الفيديو. كما كتشوفوا غادي نديروا بحال هاد القنينات ديال الزجاج تكونوا معقمينهم او غاسلينهم جيدا، ونحطوا فيهم ديك الشريحه كميه ديال التين المجفف والثوم اللي بغينا، ونضيفوا عليهم زيت الزيتون ونزيدوا عليهم نسدوهم. انا درت زوج ديال الاغطيه، واحد ديال البلاستيك وواحد ديال الحديد، باش تشوفوا ان يعني بزوج كتصدق فيهم. اللي كان عندكم حضروا به، ما تصعبوش على راسكم الامور. وغادي نديروهم في اناء ديال الضغط في الكوكوط، وغادي نضيفوا الماء حتى يوصل الماء للنصف ديال هاد القنينات ديال الزجاج، حتى يوصل النصف ديالهم الماء. هادو يكونوا مسدودين طبعا مزيان، وغادي نديروهم على نار مهيله 45 دقيقه والكوكوط كتصفر. من بعدها غادي نطفيو ونخليوها حتى تبرد جيدا عاد باش نجبدوهم. هذه هي الطريقه اللي بغيت نتقاسم معكم. كما شفتوا دائما ما نعمروش الزيت حتى الفوق لانها غادي تبقى تغلي. خصنا نخليو لها البلاصه فين تغلي. وكما شفتوا الماء وصل حتى للنصف ديال هاد القنينات، وغادي نسد عليها. من بعد ما فاتت 45 دقيقه وخليتها تبرد كتحصلوا عليهم بهذا الشكل، وغادي يكونوا طلقوا كاع الفوائد ديالهم، داك التين والثوم في ديك الزيت، وتقدروا تستعملوها في نفس اليوم. من بعد غادي تخليوها تبرد وتستعملوا الزيت ديالها. والكبار راه كياكلوا حتى ديك الثومه والشريحه، فيها الفوائد كثيره. غطيوها او غيروا لها القنينه. دائما خليو ديك الشريحه وديك الثومه فيها. وبالشفاء للجميع، ونتمنوا الشفاء العاجل للجميع. وكما شفتوا طريقه اللي هي زوينه. نخليكم وفرجه ممتعه والى اللقاء.